يجعل السعادة هي فالك بعد الترجل عن سلم التعليم. كلمة المحبة تعودناها ممن الجميع أحبه، كلمة من سعادة العقيد علي بن عواجي حكمي أبو راكان. كان في الحضور، ولكن تعديل الموعد صادف أنه خارج الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود سالما فينقل اعتذاره للمحتفى به شخصيا ولجميع الحضور بما فيهم رجال الملتقى. هذه الكلمة نقل أثيرها إلى من سينقلها بمشاعره، وهو الشاعر المبدع مهندس الكلمة، وهو شاعر مهندس، الشاعر المهندس أحمد الباشا ينقل لكم كلمة أبو راكان في هذا المكان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا سعادة العقيد علي عواجي يعتذر منه، وخاصة المحتفى به أبو عبد الله، وهو شرف لي أن أقدم كلمته بالنيابة عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الأعزاء في ملتقى التراث، أقدم لكم أولا جزيل الشكر والامتنان على مبادرتكم الدائمة مع جميع الأعضاء، سواء في الأفراح والترقيات وبأي مناسبة كانت. ها أنتم اليوم تشاركون أيضا بحفل توديع مسيرة عظمى تحتاج إلى عدة كتب ليتداولها الأجيال القادمة. لتعلم أنه كان هناك علم بيننا اسمه علي بن عبد الله المسندي، فلله دره على تلك السيرة التي وقفت احتراما أمامها، وكيف أنه نحت الصخر حتى وصل إلى ما وصل إليه. وحزني وأسفي الكبير على عدم تواجدي معكم اليوم ومشاركتكم هذا الاحتفاء بأبي عبد الله، هذا الهرم الكبير والغالي على قلوبنا جميعا. فأنا أقدم لكم اعتذاري الشديد عن عدم الحضور، وذلك بسبب تواجدي خارج الوطن لمدة شهر في مهمة عمل، ولكن كل ثقة بكم جميعا بأنكم ستكونون كما عهدتكم بالقيام بواجب هذا الغالي علينا جميعا، وتتويج مسيرته في ليلة لن تنسى وستبقى خالدة في قلوب الجميع. الغالي على قلبي ومرشدي ودليلي في طريقي ودربي الأستاذ علي بن عبد الله المسندي، أسأل الله لك التوفيق في حياتك القادمة، فأنت قد تركت عبئا كبيرا لمن خلفك في إيصال رسالة التعليم، وستظل ذكراك الطيبة وتاريخك الحسن والذكرى الطيبة وعطاؤك في قلوب الجميع. قبلاتي على رأسك الشامخ، واعتذاري بك أيها الشهم الأصيل عن عدم تواجدي بينكم اليوم، ولك عهد مني حين عودتي بزيارتك في مقرك والسلام عليك، والمبارك لك بهذه السيرة العطرة، وأتمنى لك بداية محطة جديدة تضع بها بصماتك كما عهدناك دوما. فأنت
فأنت مكسب لكل أرض وبذرة مثمرة، لكل صحراء قاحلة وسماء ماطرة، بلسانك الطيب وذكرياتك الجميلة. كل التوفيق لك، وتقبل خالص المحبة والتقدير من أخوك العقيد الفني علي عواجي حكمي. يستاهل أبو عبد الله كل هذا الثناء والمديح، وليس مجاملة بل هي حقيقة، والكل والجميع يعرفها.